صباح الخير، ازيكم؟ اي طفل بعد السنتين بيبقى لازم اعلمه ازاي يتعامل مع الاغراب وانبهه بقصص وطرق هنقولها دلوقتي. ده مهم جدا عشان احمي طفلي من ان اي حد بعد الشر يأذيه. نمرة واحد، لازم اعرف ابني يعني ايه غريب، وعلى حسب السن بوضح اكتر. بتكلم مع ابني وافهمه ان في ناس من العيلة، في ناس احنا عارفينهم في دايرة الثقة. مين هم؟ ماما، بابا، جدو، تيتا، اخواتي، خالته فلانة، عمه فلان. تعالى نرسمهم، تعالى نقولهم، تعالى نكتب اساميهم، تعالى نجيب صورهم ونجمعهم. دي الدايرة بتاعت عيلتي، دايرة الثقة. دايرة الثقة بتاعتي مش بس فيها عيلتي، فيها المدرسة بتاعتي مثلا اللي انا عارفاها كويس بقالي سنتين في الحضانة فانا بحبها. اوكي، فيها مثلا واحد صاحب بابي بس احنا عارفينه كويس قوي، متربيين مع بعض وهو راجل جميل ولذيذ، واحنا بنلعب مع اولاده. يبقى بياخدونا من المدرسه، بيوصلونا من المدرسه، بنعمل كاربول. يبقى دول دايره الثقه بتاعتي او الناس اللي اعرفهم. اي حد بره دول احنا بنسميه حد غريب. ده مش معناه اننا بنكرهه او معناه ان احنا ما بنكلموش او بنخاصمه، لا، احنا بنتعامل معاهم بس بحدود الناس الغريبه. ايه الحدود بتاعت الناس الغريبه؟ الناس الغريبه مسموح يقولوا لنا هاي فنقول لهم هاي، مسموح يضحكوا لنا في الشارع واحنا معانا ماما فنبص لهم ونضحك لهم، مسموح لو ماما قالت لنا سلموا عليهم نسلم عليهم. انما مش مسموح ان هم يلمسوا جسمنا، اي جزء في جسمنا، مش بس البرايفت بارتس او الاجزاء الخاصه في جسمنا. مش مسموح ان هم يبوسونا او يحضنونا من غير ما احنا نوافق. مش مسموح ان هم يدونا اي حلويات او اكلات او عصاير غير لو ماما موافقه. ده مهم جدا، ان اول حاجه بتحصل ان انا اقابل حد في الشارع يقوم مدي ابني بونبوني. لازم الطفل يبقى فاهم انه لازم يبص لماما الاول، ماما تقول اوكي خلاص. انا مش لازم اوصل له ان الموضوع شرير قوي يعني، بس لازم افهم الطفل انه خطر جدا ان انت تشرب حاجه من حد او تاكل حاجه من حد. انت مش عارف الحاجه دي مفيده ولا مضره ليك، انت مش عارف الحاجه دي هتخليك صاحي ولا هتخليك نايم. فانت عشان تفضل في امان مع ماما ما ينفعش تاكل او تشرب حاجه من اي حد غير لما تستأذن الناس اللي في دايره الثقه. ومهم قوي يا جماعه ان احنا نفهم الولاد ان الشرير مش لازم يبقى شكله شرير. يعني مش لازم شرشبيل، احنا بس اللي عارفين شرشبيل بس العيال مش عارفاه. مش لازم الشرير يبقى شكله شرير، لان الاطفال بتقابل اشرار كتير قوي في الحياه ومبيبقوش عارفين انه ده شرير. لا يا حبيبتي، الشرير شكله شبهنا، لا عنده حواجب ابو لهب ولا لازم يبقى عنده دقن كبيره. بالعكس، في ناس دقنها كبيره وزي القمر ولذيذه وطيبه جدا جدا جدا. وعلى فكره الاحصائيات اثبتت انه اغلب الاطفال اللي بتتعرض لاعتداء بعد الشر يعني في الاماكن الخاصه بتاعتهم بيبقى من ناس قريبين من الاهل. بيبقى مثلا صاحب الاب، واحده مثلا صاحبه الام، معرفش بنت خالة بنت عمة مين. ان هو ما بيبقاش مبين قصادك ان هو عنده هذه المشكله النفسيه، ولان هو دايما قبل ما يقابل الضحيه لازم بيبتدي يتعرض للضحيه، لازم الاول يبين ان هو شخص حبوب ولطيف وبيجيب لعب وبيلعب وبيعمل، وبعدين يبتدي يقول ايه، تعالى يا حبيبي اقعد على حجري، وهو الطفل قاعد على حجره ويمسكه يعمل هكذا. على فكره الهدف مش اننا نقلق، بالعكس الدنيا فيها الخير، والدنيا 99% منها خير. الحوادث الفرديه هي اللي قليله، الناس مش المفروض تقلق، بس دايما الحرص صح، وان الطفل يعرف حقوقه صح. دايما بقى بنعلم الطفل انه لازم يسيك دايركت بيرميشن. يعني ايه؟ يعني لازم الاوردر اللي جاي من بابا او ماما يبقى مباشر، مش عن طريق حد. يعني ما ينفعش ابعت حد يقول له مثلا، ابعت مثلا البواب يقول لابني روح مع فلان، لا، لازم ماما اللي تقول بلسانها. ما ينفعش حد يجي لي يقول ما هي ماما قالت لي اجي اخدك النهارده، لا، لازم ماما او بابا يكونوا قالوا بلسانهم، لان ده هو بيبقى المدخل للناس بعد الشر اللي ممكن تأذي الطفل. فنمرة واحد، احنا ما بناكلش حاجه من الاغراب. نمرة اتنين، احنا ما بنخليش الاغراب يمسكونا، ما بنقعدش على حجر حد، احنا بنقعد جنب ماما وبابا. لو حسينا باي لمسه غير طبيعيه، مش شرط اللمسه تبقى موجعه، اللمسه انا مش مرتاح لها، لازم اقوم اقف ازعق انادي على بابا وماما. الطفل لازم يبقى عارف انه واثق من رد فعله. يعني لو حد ضايقني قوم اقف قول لا بصوت عالي. لو انت في سوبر ماركت وحد بيضايقك نزل الحاجات اللي على الرفوف او صرخ. انا مش هزعل ان انت عملت كده، بالعكس انا هشوف ان انت حميت نفسك. انت في سن ما ينفعش تفرق فيه اذا كنت بتبالغ في رد فعلك ولا لا. الحاجه اللي تقلقك كطفل وتخضك
يبقى من حقك ان انت ترد رد فعل، صرخ، قول عايز ماما، خبط على حاجه لو حاجه جنبك، وبنعملها رول بلاي، بنلعبها علشان ما تبقاش مؤذيه او مزعجه للطفل. بقول لها طب بس انا هعمل ان انا الشرير، هما بيحبوا يلعبوا قوي لعبه الشرير دي، انا هعمل ان انا الشرير واحاول اجي، هتعملي ايه؟ فتقوم مخبطه تك 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 تك. او ساعات في اغنيه بنغنيها لهم كده اللي هي if you see a crocodile don't forget to scream ويقوموا عاملين كده، اللي هو لو مثلا قابلت تمساح هتعمل ايه؟ اوكي. طبعا لا، بنعلمهم خطوات تانية، بس يعني ايه، دي في الاول بتبقى بتفك كده الايه التوتر بتاع الاشرار بشكل عام. الطفل من اول ما يتم 2.5 سنين كده ويبتدي يقلع الحفاض، لازم اعرفه الاسامي بتاعه المناطق الحساسه. كل قطعه من جسمي اسمها ايه، كل قطعه من جسمي مفيده، مفيش مكان انا بتريق عليه، ما ينفعش ادي للاماكن دي اسم مضحك او اسم تريقه. كل قطعه من جسمي مفيده، ربنا خالقها لهدف كبير، وانت كل ما تكبر بشويه هقول لك اكتر عن فوائد الحاجه دي. الامهات اللي بتتكسف تعلم الطفل اسم المنطقه، على فكره انا مش شرط تعلميه اسمها بالعربي، لان انا فاهمه ان انت ساعات بتخافي تعلميه الاسم بالعربي فيجي يقوله قدام حد يفتكره شتيمه، او يفتكر ان الطفل ده في وسط الاطفال غريب. فانت ممكن تدي اسم انجلش مثلا، ممكن تديله اسم حركي بينك وبين الطفل، بس ما يبقاش تريقه. يعني الالفاظ اللي الناس بتستخدمها كتريقه او اهانه لهذه المنطقه ما تبقاش موجوده. انتوا ممكن حتى تسموها المناطق الخاصه. انت مش غلطان لو حد عمل معاك كده، لان في اطفال كتير ما بتجيش تقول، لان بيبقى اقنعها ان هي اللي غلطانه، او انا هقول لماما ان ده اتعمل معاك. لا حبيبي، انت مش غلطان في حاجه، الشخص ده هو اللي غلطان. وده بنحكيه بالقصص طول الوقت وبنفهمه للاطفال، وبمبدا عام الضحيه ما ينفعش نلومها، صح؟ فاحنا دايما بنقول مثلا ايه، مثلا ابني خبط في السور، ما يجيش في نفس اللحظه اللي اتخبط فيها في السور اقول له ما انت حمار مش باصص، لا هو اتخبط، هو ضحيه، فمعلش احنا اسفين، بس ايه رايك نفكر نعمل ايه المره الجايه؟ فهو نفسك اللي هيقول لك انا مش هدخل اخبط جامد يا ماما، انا هبقى اخد بالي. اوكي. ما تنسوش ان الاغراب مش بس بنشوفهم في السوبر ماركت والمول والجناين، الاغراب الاكتر اللي موجودين وبيتعاملوا مع اطفالنا اونلاين. في اطفال كتير بتستدرج لمحتوى غلط، والكوارث عن طريق الانترنت، سواء عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي او عن طريق الجيمز بتاعت الالعاب والاعلانات اللي بتظهر عليها، والطفل بيدوس وهو مش واخد باله. اولادنا في الاوض قافلين على نفسهم واحنا مش عارفين عنهم حاجه. فعشان خاطري لازم تبقي عارفه ابنك بيشوف ايه، مش انك تراقبيه، انك تصاحبيه. وده ممكن نعمله بقى حلقه لوحده، ازاي اعود الطفل انه يرتاح ويتكلم معايا من غير ما يبقى خايف من ردود افعالي. اي طفل بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في السن المناسب، او اي طفل بيتعامل مع لعبه حتى، او بيتفرج على كرتونز او حاجه، لازم ابقى مفهماه الاساسيات اللي ينفع يشوفه واللي ما بينفعش يشوفه. وعلى فكره بيتعلموها. يعني انا بنتي وهي مثلا 3 سنين كنت بقول لها حولي ده عشان بيقولوا الفاظ مش حلوه، كانت بتحوله، خلاص هي اتعلمت ان دول بيقولوا كلام مش حلو، ومن نفسها بقت تقولي ماما انا حاسه ان دول بيقولوا كلام مش حلو. فبقت بتقول لي ماما تعالي نحوله. طالما هتجيبي لها حاجه ممتعه اكتر هتوافق، هتاخدك على قد عقلك وتوافق. ربنا يقويك ويبارك في الولاد.